ابني عنده 2 وما بيسمعش الكلام خالص، بيفضل ينط على الكنبه طول اليوم. افضل اقول له زي القرد كده، بينط زي القرد. افضل اقول له يا ابني انزل من على الكنبه، يقول لي لا. انزل تحت، يطلع تاني فوق. امبارح بقى قلت له طب ما فيش تلفزيون بكره، وهو عمال ينط برضه. يا حبيبتي استني بس، استني شويه. هل انت فاكره ان ابنك عنده 20 سنه؟ الطفل اللي عنده 2 زي بالظبط الايفون اللي مش معمول له ابديت، بيكون مخه لسه مش مكتمل. تجيله الفكره هنط على الكنبه، يقوم ينط على الكنبه. طب وايه الحل؟ يعني ما يتعاقبش؟ لا، بس مش دي الطريقه. انك تعاقبي الطفل كانك بتقولي للسمكه انها ما تطيرش. هو اصلا بيبقى مش مستوعب اللي انت بتقوليه، بيبقى مش قادر يفهم ان التلفزيون بكره مرتبط بالنط دلوقتي. طب اعمل ايه يعني دلوقتي؟ اول حاجه بطلي تفضلي تكرري في نفس الطلب كتير. ما تقعديش تقولي له انزل 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 ورا بعض. تقولي له مره واحده بس، حبيبي ممكن تنزل من فضلك من على الكنبه. لو ما سمعش قومي وشيليه بنفسك بالراحه ونزليه على الارض علشان كمان تاخدي انتباهه. طب وبعدين لو رجع نط تاني بقى اعمل ايه؟ وقتها وقفي قدامه وقولي له بص ممكن تنط على المخدات اللي على الارض بدل ما ننط بس على الكنبه. وتمسكي بموقفك حتى لو كررتيها 50 مره. 50 مره هموت بجد. يا حبيبتي دي مرحله اسمها مرحله التريننج. المرحله دي بنمرن ولادنا لحد مع الوقت يبداوا يفهموا ويستوعبوا، بس المرحله دي بتبقى محتاجه صبر وطولة بال. العقاب الكتير بتخلي الطفل يا اما عدواني يا اما منطوي وعلى طول خايف. يعني مفيش عقاب خالص، بيكون في عواقب بس للسن الاكبر شويه. الطفل عنده 2 اكيد مش بيبقى مستوعب وفاهم، بس بنبدا نوجهه. فلما يعمل حاجه يرمي مثلا الاكل على الارض نقول له لا، الاكل مكانه الترابيزه. يتنطط مثلا على الكنبه نقول له ايه رايك تتنطط هنا. نحاول ان احنا نريدايركت الطفل او نوجهه لحاجه تكون اصح بدل ما عاقبه، لان العقاب عمره ما بيجيب نتيجه في السن ده بالذات، والعقاب عامه مش صح. طيب والمراهقين؟ دول بقى قصه تانية خالص. دول الحمد لله عندهم مخ ويعني ناضج عن الصغيرين، بس للاسف عندهم هرمونات. مع المراهق المفروض نتكلم ونتناقش ونحط حدود موضحه وصريحه، مش نقعد نصرخ ونزعق ونمنع كل حاجه، لان ده كده هيعمل عند اكتر. يعني الحل في الصبر والحب والحزم مش العقاب. افتكري ان التربيه زي الطبخه بالظبط، عايزه صبر وحب عشان تطلع حلوه.